السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم طلاب أعزائي الطلبة؟ شلون صحتكم أعزائي الطلبة؟ الصف الخامس ابتدائي. اليوم إن شاء الله درسكم حل أسئلة مناقشة. حل أسئلة مناقشة صفحة 17. صفحة 17. طبعا صيغة الأسئلة مع الشهر الأول هم أقول لكم إياه. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعلون الجرس حتى يصيركم فيديوهات جديدة تعليمية جديدة تستفادون، وإن شاء الله تنجحون. وعلقوا بالتعليقات همين إذا تقدرون أي شيء ما فهمتوا بالتعليقات حق يرجعكم. سؤال: ما هي مراحل الدعوة الإسلامية؟ شنو هي مراحل الدعوة الإسلامية؟ طبعا الدعوة الإسلامية مرت دعوتين: مرحلة سرية، مرحلة علنية. إذا المرحلة السرية إيش قد استمرت 3 سنوات. تبالكم هذا يجيكم الامتحانات الشهر الأول. كم سنة استمرت المرحلة السرية؟ 3 سنوات. كم مرحلة استمرت الدعوة العلنية؟ 20 سنة. هذا كلش مهم أعزائي الطلاب. إذا مرحلتين. تكلم عن مرحلة الدعوة الإسلامية، الدعوة السرية عفوا. تكلم عن مرحلة الدعوة السرية. في هذا من اسمه بين دعوة السرية يعني بالسر. في هذه المرحلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا إلى الإسلام، يعني بالسر يدعو الناس خوفا على أصحابه من المشركين، عشان يدعو الناس سرا إلى الإسلام، وشان يخاف على أصدقائه وأصحابه من المشركين الوحشين. المشركين كانوا كلش مجرمين. فلم يؤمن به إلا قليل من الناس، يعني كل 100 10 آمنوا به يعني. فلم يؤمن به إلا قليل من الناس. كان يجمع أصحابه في بيت أرقم بن أبي أرقم. إذا سؤال يجيك بالامتحان الشهرية شهر أول: أين كان يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي مع أصدقائه في الدعوة السرية؟ وين؟ في بيت أرقم بن أبي أرقم. أرقم ابن أبي أرقم. أوكي. يعلمهم شنو؟ ماذا كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلمهم القرآن وأحكام الدين. القرآن وأحكام الدين. كان يخرجون شعب الجبال خارج في مكة، خارج مكة يعني بالجبال خارج مكة حتى يصلون أداء صلاة، حتى يصلون خوفا من المشركين الأصدقاء. وكان إذ جاء وقت الصلاة، يعني وقت الصلاة إذا صار، يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي بن طالب للصلاة. يعودون بالمساء، يروحون الصبح يرجعون المساء. يجي الصفحة الثانية عزيزي الطالب. السؤال الثالث: متى بدأت الدعوة العلنية؟ شو وقت بدأت؟ بعد الدعوة العلنية شو وقت بدأت؟ بعد 3 سنوات من الدعوة السرية. بعد 3 سنوات من الدعوة السرية. كم سنة استمرت الدعوة السرية؟ كم سنة استمرت الدعوة السرية؟ الدعوة السرية كم سنة استمرت؟ 3 سنوات قلنا. والعلنية 20 سنة. كم سنة استمر نزول القرآن في مكة؟ يعني القرآن كم سنة نزل في مكة؟ كم سنة نزل في مكة؟ استمر النزول في مكة كم سنة؟ 13 عاما. 13 عاما. تقدر تكتبها 13 عاما همين. 13 عاما، 13 عام. ما اسم السور؟ ماذا كانت تسمى سورة نزلت في مكة؟ يعني سورة يسموها السور، تسمى بالسور المكية. ليش؟ نزلت في مكة. نزلت في مكة إذا سمى السور المكية. ما أول عبادة فرض الله تعالى على الناس؟ يعني شنو هو العبادة؟ الصلاة. أوكي، الصلاة. سؤال يقول لك: ما الآيات الأولى التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ شنو الآيات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب الآيات الأولى من سورة العلق. اقرأ باسم ربك، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم الإنسان، علم بالقلم، علم الإنسان ما لا يعلم. إذا نعيد الآية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لا يعلم. اوكي، هاي آية. أول آيات نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم. سؤال 11: ما الذي كان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ يعني منو كان ويا النبي أيام الهجرة؟ هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدينة يصاحبه أبو بكر الصديق، شان أبو بكر الصديق وياه رضي الله عنه. أبو بكر الصديق شان وياه. كم دامت الدعوة العلنية؟ 20 عاما، عرفناها. من الذي أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم المشركين؟ ليهم المشركين، يعني من هو اللي يقول لك من هو الذي أفتى؟ يعني أفتى بنفسه، يعني ضحى بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ضحى بنفسه عمود رسول الله ليهم المشركين. من هو؟ مكتوب عندي جواب: عندما أراد المشركين قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فخرج من بيته في مكة بتخفي. نبي خرج من بيته بتخفي، يعني ونام أمام إمام علي أبي طالب عليه السلام في فراشه، ليهم المشركين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام في فراشه. إذن أحكي لكم إياها بالعامية حتى تفهمون. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تطوع أو افتم نفسه، نام بدل النبي فراش النبي، حتى والنبي راح هو نام بدل النبي بفراش. ويجوا المشركين تفاجئوا انه ماكو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماكو النبي، اكو بداله منه، اذا بداله امام علي رضي الله عنه. هذا هو الموضوع. اذا شلون تكتبوا قدامكم: عندما اراد المشركين قتل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من بيته في مكة متخفيا ونام امام علي ابي طالب عليه السلام في فراشه، ليوهم المشركين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام في فراشه. هذا هو الجواب، وانتهت أسئلة المناقشة، وإن شاء الله تنجحون. أسئلة السؤال الأول إن شاء الله سهلة يجيكم، لا تنسون اشتراك القناة. إلى اللقاء.